قال لك الحرام غرام، ومسافه ما هتسلاه وتتمدى فيه وتستحلاه هيبقى عامل شبه سلك الترام، هيتملك منك لا انت هتعرف تسيبه ولا هو هيسيبك. هحكي لك قصه هتسخسخك على نفسك من الضحك. لسه كنت قاعد في دهب انا من كام يوم، الباقه بتاعتي بجوز ميات بتديني كام؟ 13000. جالي عرض ان هي هتديني 19600، فرق 6300. انا اولى بيهم واقعد اتصفى وببلاش ولسه ما جيتش جنب باقتي الاساسيه. اغروني، بس انا معيش رصيد وقاعد ساعات ليل، فمفيش حد ينجدني ويشحل بالجوز ميات. قبل ما اسافر كنت عامل القصه ديت بس ما كانش معايا رصيد، فاستلفت ال 200 حطوا لي عليهم ريال. بكلم واحد بقول له انا عملت 1 2 3، قال لي خلي بالك ممكن يكون فيها حرمانيه وممكن فيها شبهه ربا. المهم ان انا استحرمت الموضوع، بقيت قاعد انا باكل في نفسي، في 6300 بيطيروا من ايدي، العرض بيجري. قلت لا كبر دماغك، وطالما فيها حرمانيه لحد ما تسال حد وتتطقص وتعرف، قال لك حرام اتلاشاه، قال لك حلال دوس فيه. جيت نزلت عملت تليفون بقول لك ايه يا ابن الحلال، دكان الورديانجي في الورديان لابن خالتي، بقول لك ايه شحل بالجوز ميات عشان خلاص بقى اعمل الباقه ام 13000. بعد محايله وانت بتثبت معايا ولما تيجي والدكان عايز فلوس والدنيا، المهم بعد بوس على الايد وبوس على الرجل وبوس على الدماغ مش هحل بالجوز ميات. اول ما وصل لي الجوز ميات من هنا لقيت لك اكن ربنا بيقول لي خد اهو، لقيت لك جالي 26000 عرض. والله العظيم يا عم في بهجه وسرور دخلوا على قلبي. تخيل بقى انت فرحت اكنه عوض من ربنا، انت سبت ال 6300، لا انا هديك الضعف. دي حاجه تافهه ممكن تحسها، بس انا حسيت معناها كبير جوه القلب بتاع العبد لله. ابتدت معانا القصه ديت منين؟ لما كنا انا وانت صغيرين بالبيل واب يطسك ونلعب موزه وبتاع، والشاب مننا يبقى نازل معاه 5 بيل شاريهم بربع جنيه من بالليل، يروح معاه كيسه قد كده. كبرنا انا وانت وشدينا حيلنا، بقينا نلعب بلاي ستيشن على اللي يشيل، نخشوا على الضمنو هوب قفله بلاطه شيل المشاريب. كبرنا شويه والصحه ما بقتش مساعده اللي هو، والبلاطه بقى بيتقال بيها كلام غريب وبيدخلوها في اعضاء الجسم وشغلانه سوء. احنا نقعد زي الناس الكبيره ونرمي الزهر والعب على البيتزا. خدناها تدريجيا لحد ما وصلنا ل 2023 من النيله اللي اسمه 1 اكس عبيط. بقى يقول لك مجرد ما هتحط فيها قرشين بساط انا هجر رجلك، هتحط القرشين هيتستفوا على قرشين، هو كده كده هيجيبك وهيكفيك على مناخيرك، بس هو بيستدرجك بيجلبك ناحيته ويدوقك العسل عشان تمسك السم اللي هو ايه؟ سلك الترام. تبقى انت خلاص مسكت فيه عمال يرعش في جسمك والكهرباء، بس انت مش قادر تسيب ايدك وتقول له خلاص كفايه. لا ده هو اتملك منك، انت دقت المكسب اللي هو انا حطيت جوز ميات جولي 8 ميات. مين راجل جدع فينا يعرف يجيب 8 ميات في زماننا هذا في ساعه زمن وانا قاعد على القهوه المعسل بتاعي محطوط وقاعد بتكيف وقليصه اللانس واشحن يا معلمي. الو اشحن لي عكاش بسرعه، الدنيا بتزهزه معايا. انا واحد صاحبي مأمني امانه، قال لي لو جيت اتكلمت على الجثه الحمضانه ديت اذكر صاحبي دوت. واحد راح له قال له بالله عليك امسك الفلوس دي خليها معاك، عشان وعزة وجلالة الله انا خلاص بقيت في مرحلة ادمان، انا شايف الدنيا قدامي مسعور، عايز امسك فلوس والعب، خسرت هكسب بكره. قال لي ان في مكان بتبقى العيال قاعده كلها قاعدين عمالين ياكلوا في ضفرهم، ابو خلاص ده زين لهم الدنيا وعرفهم بص المكسب السريع اللي يخليك تروح تدق على الحديد ولا تنزل تحت عربيه ولا تمسح عربيات ولا تشتغل في بنزين ولا تشتغل دليفري في عز السقعه. عليك من ده بايه؟ ما هو انت قاعد اتصرف لك في قرشين والقرشين يجيبوا قرشين، وديك كونت نفسك يا عبيط. الدنيا اليومين دول دنيا فهلوه، فالشيطان بيحاول يغمله عقله ويداري له كل دوت بالمكسب الكبير، ويحاول يقول له طب بقول لك ايه، طيب ما هي لعبه بسيطه يا عم، ما الناس دي كلها فلتت، طب ما تيجي نفلت احنا وسطيهم وخير الخطائين التوابين، ويتمادى يتمادى يتمادى. بس زي ما قلت لك الحرام لو اتعودت تاكله بياكلك، بينهشك، بينهش الحلو اللي جواك. يعني انا ليا قصه مع نفسي كده، لما باجي اقعد اعاتب نفسي بقول يا نفسي انت لما بتيجي تعملي الذنب بيكسر نفسك، الذنب بيحسسك ان انت قليله قدام نفسك، الذنب بيخليك تفقد الثقه في نفسك، بيخليك مش مطمن للحياه، بيخليك ان انت عايش مرعوب. ما بالك ان انت بقى شلت كل القصص ديت من دماغك واطمنت وعشت، فانت كده بتستدرج. انت لو تعرف ايه العواقب اللي هتجيلك من ورا الحرام والله العظيم لا تبطله من دلوقتي وتعيش شقيان متمرمط، بس ما تخسرش علاقتك بربنا. لا واللي يزيد البلاطين ان في ناس اسمها ناس مؤثره، ناس الناس حبتها وعشقتها، دخلت جوه بيوتها
افتح الفيديو بتاعه يلاقيه بينصحه ان هو يستخدم الحرام. لا يا صاحبي، يا صاحبي ده انت مش قد ان انت تقف قدام ربنا باعمالك انت بس، هتشيل شيلتك ومعاها شيلة غيرك. راجع نفسك سواء انت كنت بتستخدمه او بتروج له. الحرام حرام، وحرام مذكور في كتاب ربنا. يعني انت كده حاشا لله داخل تحدي مع اللي خلقك. ربنا يقول لك لا ما تعملش، وانت عارف ان هو لا ما ينفعش اعمله، بس انا لا مش هعمله، ده انا هروج له عشان ينتشر. الدنيا كل ما بتثبت لينا وللي ما عندهوش عقل ان هي خلاص بتلم عزلها، فتلم عزلها واحنا كويسين، ونلم حسنه من هنا حسنه من هنا تداري اللي احنا فيه، عشان نطلع نقابل المولى عز وجل على خير، احسن ما هي طالت قسرت مش دايما لحد. دنيا فانيه حالها بيتبدل من ثانيه لثانيه. تعالى ان شاء الله. حبيب قلب اخويا، حبيب اخويا.